انا النهارده جاي اكلمكم على المشكله الاشهر واللي بتهم الجميع وكتير اتسالت عنها، وهو غلاء خدمات الاسنان خصوصا في الظروف الاقتصاديه الحاليه والناس ما بقتش قادره. خليني في الاول انصحك نصيحه عامه، لو ما عندكش مشاكل في اسنانك ومش عايز تدفع فلوسك عند دكتور الاسنان، حاول ما تستغناش عن دي وتستخدمها كل يوم، وكل 6 شهور الى 9 شهور تعمل كشف دوري عند طبيب الاسنان عشان لو ظهرت مشكله جديده تعالجها قبل ما تكبر عشان ما تكلفش كتير. باختصار مش لازم نستنى لغايه ما يجيلنا وجع في اسناننا عشان نزور طبيب الاسنان، لان وقتها التكلفه بتزيد عليك. الغرض والفكره من الفيديو ده ان انا جاي انبهك على شويه حاجات لو عالجتها وعملتها انت هتوفر على نفسك كتير جدا. اول حاجه، لو انت عندك الاكل بيتحشر بين ضرسين، انت في الغالب عندك حفره جانبيه في احد الضروس محتاج تعالجها، لان في الغالب انت عندك تسوس جانبي في بين الضروس، والتسوس ده مشكلته انه بيكون قريب من العصب، فانت لو لحقته قبل ما يوصل العصب هتكون وفرت على نفسك كتير. تاني حاجه، لو عندك الشكل ده عندك تسوس في عنق السن، ومشكله التسوس ده انه ممكن يخليك تخسر السن كله فجاه، لان انت لو سبته واهملته وقتها السن بتاعك هيتحول من الشكل ده للشكل ده، وقتها هتضطر تعوضه بتركيبه اللي اكيد هتكلفك كتير.